راح ابني محمد علي، فتح الباب الساعة 11، فوصل الساعة 11 تمام يعني، فتح الباب شم ريحة حريق، ريحة حريق، ففات دغري يعني واحد بشم هذه ريحة حريق بفوت شوف السبب، فراح دغري بين على غرفة النوم تبعها، فطلع لقاها على سريرها مضروبة والدم، نايمة على جنبها اليمين وضربة هون على جنبها يعني اليسار. طب كان في خلافات شخصية بينه وبين خادمة اطلاقا. صار الخادمة هي جبناها جديد، صار لها 3 اشهر عنا، صار لها شيء 4 5 ايام او 6 7 ايام تقريبا مريضة، والشباب اخذوها على الدكتور اولادي، يعني انه من منطلق انساني، انه هي انسانه، وهي تقول لهم خذوها، اخذوها على الدكتور. مرض نفسي ولا مرض؟ لا مرض مثل قريب يعني. اليوم الصبح بيفتح الباب بفوت فات لجوا لا سته هيك. خبرنا المحامي تبعنا مشان، لانه نحن بهالحاله هي نحن ما بنكون واعيين شو بده يساوي، فالمحامي عاد تصرف وحكى مع الاجراءات الجنائيه والامنيه، واجا قائد الشرطه واجوا هلا تابعوا الكاميرات الحقيقه، فشافوا انه الساعه 6 و10 هي طالعه يعني. طب ليش رشحوا انه الخادمه؟ ليش؟ لانه هي اللي معنا موجوده بالبيت، وهي اللي طلعت من البيت، وهي اللي تركت كل فهن اللي عم يكتبوه برات شو اسمه ما يعني سمعنا انه عم يكتبوا شيء اتهام صار لك. طب حسب الكشف الاولي للطب الشرعي امتى تمت الصبح الساعه 5؟ قتلتها الساعة 5 هيك ايه طالعه من البيت الصبح.